لو هتصرف المطر فري الافضل تعمل حفره اسمها السوكاوي. اول حاجه اعملها هو اللي انا احسب كميه المطر، ودي بتكون عباره عن المساحه في شده المطر في معامل الجريان، وده بيختلف باختلاف السطح، سواء هو كان سطح اسفلتي او سطح طيني او خرساني. فلو انت عندك سطح مساحته 100 متر وشده المطر 60 ملي في الساعه وكان معامل الجريان 9/10، حصل ضربهم 5.4، فأنا محتاج سوكاوي استوعب 5.4 متر مكعب من مية المطر، فيبقى أبعاد الحفرة 1.5 متر في 1.5 متر في عمق 2.5 متر. طبعا ما تنساش اللي انت هتكون حاطط فيها طبقة من الحصى، الجدران بتاعتها بتكون مفرغة أو مسامية عشان تقدر تصرف من خلالها المية، أو يكون حجر طبيعي. وما تنساش تغطيها بجيو تكستايل قبل الردم. المطر بينزل في مواسير يخش على السوكاوي وبعد كده يتصرف بشكل طبيعي في التربة.